هلو ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي. تعالوا اكلمكم بسرعة عن سيروم النياسيناميد. النياسيناميد من اهم السيرومز اللي ممكن تستخدميها لبشرتك، ومن اكتر الحاجات الفعالة في تأثيرها، واللي الافكت بتاعها بيبان بشكل ملحوظ. فهو من الحاجات الحلوة قوي اللي بتفتح البشرة وبيقلل التصبغات، وكمان بيعالجها. كمان بيقلل جدا من جفاف الجلد وبيخليه يحتفظ بالترطيب بتاعه لأطول وقت. بيقلل جدا من حجم المسام لانه بيساعد في منع تراكم الزيوت اللي بتسبب انسداد المسام او ظهور حبوب تحت الجلد. من اهم فوائد النياسيناميد انه بيحمي من اضرار اشعه الشمس الفوق بنفسجيه، زي ان البشره يحصل لها اجهاد او اكسده او التهاب. كمان هو بينظم افراز الدهون في البشره وبيقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعه. بيقلل جدا من الحبوب وبيخفف من اثرها بشكل ملحوظ. يفضل اول ما نبدا نستخدم النياسيناميد نستخدمه بتركيز قليل، تركيز 5% كويس وفعال. لو بداتي تستخدمي النياسيناميد وحصل لك حبوب صغيره ما تقلقيش، دي بتكون حاجه طبيعيه جدا وبتختفي مع الاستخدام، وده مش شرط انه يحصل. لو استخدمتيه صح بتركيز قليل ودخلتيه في روتينك تدريجي ما فاجئتيش بشرتك بيه، مش هيحصل لك حبوب. وطريقه الاستخدام الصح هو انك في اول اسبوع بتستخدميه مرتين، والاسبوع اللي بعده بتزودي مره، وهكذا لحد ما بشرتك تتعود عليه. النياسيناميد بيستخدم على بشره نظيفه وجافه، وبعده الكريم المرطب، ومناسب انك تستخدميه الصبح او بالليل. في ناس بيقولوا النياسيناميد بيستخدم على بشرة مندية، وانا عمري ما استخدمت سيرم بصراحة على بشرة مندية وما طلعليش حبوب، فانا بالنسبة لي مش هنصحك بده، استخدميه على بشرة جافة. ولو على امتصاص البشرة للبرودكت فاحنا بنحط السيروم بعد غسل الوش على طول، فبشرتك بتكون نظيفة ومفيش عليها اي زيوت، فكده كده البشرة هتمتص السيروم بسرعة. النياسيناميد مناسب لكل انواع البشرة، بالاخص البشرة الدهنية والمختلطة. النياسيناميد مناسب انك تستخدميه مع سيرومز تانية، المهم تستخدميه صح علشان توصلي لاحسن نتيجة. فهو تحفة لو استخدمتيه مع الهيالورونيك، هيديكي ترطيب رهيب وبشرة ناعمة وصحية. بتستخدميه ازاي؟ بتغسلي وشك وبتحطي النياسيناميد الاول، وبعده الهيالورونيك على طول قبل ما يجف النياسيناميد، وبعده الكريم المرطب. كمان ممكن تستخدميه مع الساليسيليك اسيد، هيخلصك من كل الحبوب وهينظم افراز الدهون وهيقلل من حجم المسام. والطريقه انك بتستخدمي الساليسيليك الاول وبتستني البشره تشربه تماما، وبعدين بتحطي النياسيناميد وبعده الكريم المرطب. والطريقه دي هتتعمل بالتدريج وبالليل بس، وتكوني انت بالفعل بتستخدمي النياسيناميد والساليسيليك وخلاص بشرتك اتعودت عليهم. كمان ممكن تستخدمي النياسيناميد مع ريتينول، الميكس ده خطير للخطوط الرفيعه، حرفيا بيخفيها وكمان بيحفز انتاج الكولاجين. ولازم طبعا برضو تكوني مدخله ريتينول في روتينك وبشرتك متعوده عليه، ويكون بتركيز قليل لو اول مره بتستخدميه. والطريقه انك بتحطي النياسيناميد الاول وتستني البشره تمتصه تماما، وبعد كده بتحطي الريتينول، وبعد كده الكريم المرطب. انا كده قلت كل حاجه. لو عايزاني اتكلم بتفاصيل اكتر عن حاجه معينه اكتبي لي في الكومنتات، ولو عندك اي سؤال سيبهولي برضو في الكومنتات، انا برد على كل الاسئله. وكمان ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو ده مع صحابك. وبس كده، باي باي.